عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهارده هنعمل السحلب البيتي مع بعض، وهنعمله بشكل احلى واطعم بكتير من بره. هتلاقي اللي بتجيبيه جاهز طعمه كده كارف من المكسرات لما بتبقى مش فريش. يلا بينا نبدا مع بعض. هنطلع من المقدار بتاعنا ما يقارب من 800 جرام. اول حاجه معايا 2 كوبايه من الرز المغسول، بغسله من قبلها بيوم وبنشفه جدا جدا، وبسيبه لتاني يوم واخده على المطحنه واطحنه كويس قوي زي ما احنا شايفين كده لغايه لما يبقى باودر، وبعيد عليه مره واتنين علشان انا مش محتاجه اي حاجه خشنه في السحلب، وابتدي اني انخله كمان بالشكل ده. اللي هيطلع منه هطحنه مره تانية. وهنضيف كوبايه من النشا، وكوبايه من الكريم شانتيه الباودر، ومعانا فانيليا، وكوبايه من اللبن الباودر، ونقلب كويس، ونص كوبايه من السمسم. وتقدري انك تزودي براحتك، كده كده السمسم مفيد جدا. هنا المكسرات بتاعتنا فول سوداني وجوز هند وزبيب، والحقيقه انا بحب ان انا احتفظ بيهم في اكياس صغيره كده، وبحطها وقت التقديم علشان خاطر انا عندي فريق بيحب المكسرات وفريق تاني لا، فبحطها وقت التقديم. اللي حابب بيستخدمها، واللي مش حابب خلاص بيسيبها مقفولة زي ما هي. وكمان الفكرة دي هتنفعك لو عندك ضيوف، بتقدمي لهم كمان كيس المكسرات بالشكل ده جنب كوباية السحلب. وكمان مش بحب أضيف المكسرات على السحلب الباودر بتاعي في البرطمان علشان لو طعم المكسرات اتغير ما يغيرش من طعم السحلب. هنبتدي اننا نحطه بقى في برطمانات متعقمة ونظيفة. وعايزة اقول لكم ان لكل كوبايه من اللبن 200 ملي لها معلقتين صغيرين مليانين من السحلب. انت حابه يكون اتقل تقدري انك تزودي، مفيش مشكله. مش عارفه اقول لكم ايه عن الطعم وعن الريحه، حاجه كده جميله جدا جدا بجد. جربي وادعيلي. وبألف هنا.